ركز معايا شوية. مفيش حاجة اسمها نرجسي أو نرجسية أو اضطراب الشخصية النرجسية narcissistic personality disorder من غير ما يكون في تعدد علاقات. الكتالوج بتاع الناس دي كده عندهم مبادئ. المبادئ دي بتقول إن الفرصة الأفضل والرجل الأفضل والمرأة الأفضل لم يأتوا بعد. يعني يبقى معاها راجل محترم جدا وترشيك ونضيف وذوق وكريم، تشوف راجل تاني معاها أبيض تجرب الأسود، معاها طويل تجرب القصير، معاها تخين تجرب الرفيع. هما ما بيفكروش إن هما يفوتوا أي متعة. وده اللي يفسر إن كل الناس اللي عندهم شذوذ جنسي رجالة أو عندهم شذوذ جنسي ستات كلهم بيبقوا نرجسيين، لأنهم بيفضلوا يدوروا على المتعة في كل العلاقات التانية أو الطرف التاني لحد ما بيقعوا في يوم من الأيام إن هم يعملوا علاقات شاذة. نرجسي أو نرجسية يبقى دول متعددين العلاقات اوتوماتيكلي كده من غير ما تفكر إن أنت تحلل وتقول لأ ده بيعرف ربنا. يعني حتى الخفي والخفية، النرجسيين الخفيين كلهم متعددين العلاقات، بس بشرط الشرط اللي لازم يبقى موجود في أي علاقة سامة أو مع الشخص النرجسي إن هم يموتوا ولا يتكشفوش. وديها اللي مستنيها.